محاولة المرور العبور من الجهة اليسرى، زالت كوريا. ممتاز يا سعد، ممتاز يا سعد، لكن لم يمر على اللاعب الثاني. رجعت كوريا. يجب الحذر من هذا الثنائي خطير. عندهم الثنائي شونغ رقم 7 وعندهم سون مين رقم 6. 7 و6 وكلاهما حاضران على مستوى الدوري الكوري. هذا هو لاعب شونغ ميمور شونغ. نعم، غلقوا عليه المجال. توصل على الطرف الايمن سوكو، والبينيه هنا في منتهى الخطوره. لا زالت لكن تغطيه ممتاز اسماعيل بختي. يغطي اسماعيل بختي، لا يترك المجال للمرور. هو الركنيه الثانيه والثالثه للمنتخب الكوري الجنوبي. هذه الإعادة مرة أخرى. شوف التمرير البينية، لكن إسماعيل يقرأ بسرعة، يغطي ويغلق الزاوية، ثم الركنية كورية جنوبية. إذن ستلعب الركنية لفائدة المنتخب هنا الكوري الجنوبي. ترفع هذه الكرة بالراس وفي نهاية المطاف الحكم يقول ضربة مرمى. نعم، تغطية كانت ممتازة. العادي والطبيعي للمنتخب المغربي يكون عنده الأفضلية على مستوى الكرات العالية. لن أقول السبب هو أن في فرق الطول بين المنتخبين، لا، لأنه حتى كوريا الجنوبية عندها بعض اللاعبين طوال القامة، وممكن بعضهم من يفوق بعض لاعبي المنتخب المغربي. لذلك دائما نكون حذرين أكثر من الكرات الثابتة، لأن كان هذا السلاح الكوريين في دور المجموعات عندما فاز وتعادل وخسر وجمع 4 نقاط ليتأهل إلى الدور الثمن النهائي. ترجع كرة لإسماعيل باعوف يمشي لبختي. هنا حذاري من ضيع الكرة في هذا المكان، هذه قد تكون صعبة. الأخطاء مثل هذه لا يجب أن تتكرر. والكرة وصل على الطرف الأيسر العرضية، لكن برافو معمر يقطع الكرة إلى الركنية. يكثر من الركنيات المنتخب الكوري الجنوبي، لأنه يعرف كل ما جاته ركنية معناه أنه يراهن على تسجيل هدف التعادل. لذلك لازم المراقبة تكون لصيقة جدا، وخاصة في الارتقاءات لازم نكون موفقين. يعني عندهم لاعبين يجيدون الضربات الراسية. ستلعب الركنية الآن.